السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة كده نصلي على الرسول ونقول عليه أفضل الصلاة والسلام. حضرت كده الفطار، عملت بيض وخيار وطعمية كده وجبنة وفطرنا الحمد لله. نخش بقى على الغدا. النهاردة هنعمل حواوشي بطريقة سهلة كده وبسيطة، يا رب تعجبك. ده كده مقدار معايا نص كيلو لحمة، ودي كده بهارات حواوشي وحوالي كده 3 بصلات كبار، ومعايا ملح وفلفل وكمون و7 بهارات وكبابة صيني ورشة جوز الطيب ومعلقتين طحينة. هجيب كده الكبة بتاعتي وهضرب فيها البصل. الطريقة دي في الحواوشي بتبقى جميلة جدا، جربوها وان شاء الله هتعجب. جبت كده البصل معايا فرمته في الكبة، هفرمه فرم خشن، مش عايزاه فرم ناعم عشان ما يجيبش المية بتاعته. هنفرمه كده فرم خشن مع الثوم. قطعت كده البصل كده وحطيت الثوم كده 3 فصوص توم كده او 4. هفرمهم فرم كده خشن في الكبة. الحواوشي بيحب البصل. ده مقدار نص كيلو بالظبط كده، يعني حوالي 3 بصلات كبار. فرمته كده الفرم الخشن كده بالطريقة اللي انت شايفاها ديت. وهجيب كده طبق واحط فيه البصل، وبرضو هفرم كده الفلفل. ده كده قرن فلفل سبايسي على رومي، انا حطيت كده قرن صغير. لو حابة سبايسي تقدري تحطي براحتك، الاختيار الفلفل ده كده بقى براحتك. وحطيت كده فلفل وبرضو هفرمه في الكبة. انا فرمت الفلفل هنا في الكبة عشان بيقطعوا كده قطع صغيرة. عايزة تقطعي الفلفل على ايدك براحتك، ممكن تفرميه كده في الكبة برضو بيديكي كده نتيجة واحدة، وبيبقى مفروم برضو فرم صغير كده خشن. بس كده بحاول اشيل البذر منه وهفرمه برضو في الكبة. فرمته هنا اهو بقى بالشكل ده. هحطه كده على البصل وهحط البهارات عليه، اللي هي عبارة كده عن ملح وفلفل و7 بهارات ورشة جوز الطيب وبهارات حواوشي. تقدري تجيبها من عند العطار بتتباع سايبة، وتقدري تشتري الاكياس ديت وتحطي كده معلقتين بس. بصراحة بتدي طعم كده للحواوشي، بتخليه طعمه مختلف وبتخليه كده طعمه زي بتاع بره بالظبط. اهو هحط كده البهارات واحط رشة جوز الطيب، ودي كده كبابة صيني. هحط برضو معلقة صغيرة كده، وهقلب الكلام ده كده كله مع بعضه قبل ما اضيف اللحمة عليه. نصلي كده على الرسول ونقول عليه افضل الصلاة والسلام. منساش نحط اللايك يا جماعة. حطيت كده معلقتين بهارات حواوشي، وقلبت كده الكلام ده كده كله مع بعضه بالشكل ده. البهارات كده قلبتها مع البصل مع الفلفل، وبعد كده هضيف اللحمة عليه. اقلب كده كويس وهضيف كده اللحمة. ده كده مقدار نص كيلو لحمة، هيعمل لي كده كمية محترمة. اللحمة هنا لما عاوزة اجيب لحمة للحواوشي او الكفتة بقول للجزار بتاعي انا عايزة نسبة دهن فيها، عشان نسبة الدهن دي بتخلي طعم الحواوشي حلو. هو بيبقى عارف برضو النسبة قد ايه على قد الكمية اللي انت هتاخديها. اهم حاجة ان انت تدعكي الكلام ده كده كله كويس. وحطيت برضو معلقتين طحينة في الاخر. معلقتين الطحينة دول اول حاجة بيدوا طعم حلو جدا للحواوشي، زائد بيخليه كده هادي شوية، ما يبقاش الحواوشي بتاعك حامي. تاني حاجة بيمتص المية اللي بتبقى في اللحمة والبصل والحاجات دي، ما بتخليش العيش بتاعي مبلول كده.
وبص حطيت معلقتين الطحينه اهوت، وهدعكهم برضو كويس جدا مع اللحمه، وبعدين برضو بيدوا طعم حلو جدا للحوش. جربي الخطوه دي هتعجبك. وبدعك كده، اهم حاجه ان انتي تدعكي كده كويس، تعجني الكلام ده كده كله كويس. بالشكل ده. هغطيها اهو، عجنتها. هغطيها بقى واحطها في التلاجة. لو انت حابه تعملي الخلطه ديت من بالليل وتحطيها تبقى جاهزه معاكي لوقت الغداء، بتبقى حلوه جدا. كل ما تقعدي التتبيله في قلب اللحمه بتديكي نتيجه حلوه. انا كده حوالي سبتها ساعتين 3. بعد كده هعبيها في الارغفه بتاعه العيش. جبت كده العيش بتاعي اهو، هعبي فيه كده على قد الرغيف، بس مش هعبي كتير يعني، يعني هنخلي كده سمك اللحمه ايه، رقيق شويه عشان اللحمه تستوي معايا لما اجي ادخلها الفرن اهو كده. وبوزعها على الرغيف وبضغط. ده كده العيش ده معايا صغير. طبعا بتعملي الكميه اللي تناسبك وعلى قد عدد الاسره بتاعتك اهو. بفتحها كده فتحه. طبعا انا هيعمل لي كميه محترمه، مش هعمل الكميه دي كلها يعني، مش هسويها كلها، هسوي جزء منها والجزء التاني تقدري تشيليه في الفريزر لوقت تاني، او مثلا حطيه في التلاجة كده في كيس لتاني يوم تمشي بيه نفسك ولا حاجه اهو. بضغط اهو بالشكل ده. هعمل بقى الكميه كلها مع نفسي وهوريك اهو. عملت لي الكميه دي محترمه اهي. جبت كده الصاج بتاعي دهنته زيت، ودي معلقه سمنه بلدي على شويه زيت اهو. هدهن كده اهو، دهنت كده الرغيف من جوه دهنه كده بسيطه، بتفرق وبتديكي طعم حلو على اللحمه كده من فوق، ودهنه كده برضو من ايه، من بره كده، من بره الرغيف. وهحط على الصاج بتاعي. طبعا هكون مسخنه الفرن قبلها ب10 دقايق كده ولا حاجه، عشان الحواوشي كده بيبقى عايز ايه، نار عاليه شويه، وفي نفس الوقت عشان ما يجيبش الميه بتاعته، الرغيف ياخد صدمه كده على طول، وبيطلع مقرمش وجميل، وهتشوفيه معايا دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هعمل الكميه اللي عندي دي كلها اهو. بدهن كده بره وجوه دهنه بسيطه كده اهو بالشكل ده اهو. عملت كده الكميه اللي تناسبني، والباقي هحطه في قلب كيس اهو. اه هحطه بقى في الفرن وهنشوفه مع بعض دلوقتي اهو. وده شكله، شايفه اللمعه اللي فيه دي. قطعت جنبه طماطم وفلفل، وعملت شويه سلطه طحينه. وده كده كان الغدا بتاعنا. اللهم يديمها علينا نعمه واحفظها من الزوال يا رب. اللهم لك الحمد والشكر اهو. شايفين القرمشه بتاعته مقرمش، وبيبقى جميل جدا على فكره اهو. هو الوابك من جوه برضو. بصي اللحمه بتاعته استوت اهي. بصي شايفه العيش كريسبي ازاي. هنا بقى ده مقطع المانجا حبيت احطه برضو معاكم. دي كده كان حوالي 5 كيلو مانجا. دي مانجا زبدية يا جماعة، حلوة بقى للتفريز وللتخزين عشان خاطر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. طبعا المانجا اليومين دول متوفرة بكمية في السوق. انا بقطعها بالقشارة بالشكل ده، قشرة البطاطس ما بتاخدش في نفس الوقت ما بتهدرش منها كتير، بتخلي القشرة بتاعتها رفيعة جدا، وبتقدري تعملي بسرعة. بقطعها. هخليها دلوقتي وهعبيها في اكياس عشان خاطر احطها في الفريزر ان شاء الله نشيلها رمضان. كل سنة وانتم طيبين. للعصير بقى في رمضان، كنافة بالمانجا، الحاجات دي كلها كده انا قطعتها كده
وهعبيها في اكياس. حابه ممكن تشيليها كده زي ما هي صحيحه، تغسليها وتنشفيها وتحطيها كده في اكياس وتشيليها زي ما هي صحيحه لو عندك مكان. وهي عملت معايا حوالي 5 اكياس، وعملت معايا وكيس مكعبات. طبعا انا هعمل كميه تاني، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم مع السلامه. متنسوش اللايك. السلام عليكم.